السلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. احوالكم طيبه دائما يا ربي ان شاء الله، وتكونوا على خير كاملين. مرحبا بكم على القناه ديالي، مرحبا بالناس الجداد والقدام. شكرا لكم جميعا، شكرا على التعاليق اللي كتخليو ليا وعلى المشاركه ديالكم. التعاليق ديالكم راه تيفرحوني بزاف وتيزيدوا يحفزوني اكثر باش انني نشارك معكم وصفات اخرين. وان شاء الله رمضان جاي نشارك وصفات اخرين جداد. بالنسبه للصفوف كيف ما كتشوفوا اللي غنحضر معكم اليوم، كتشوفوا معايا اللون ديالو تيبان اللون اللي زوين بزاف وتيجي هكا موحد. فكيبقى غير على حساب الطريقه ديال الطياب تاع الطحين، وحتى على اللوز والزنجلان. حاولوا انكم ملي تكونوا تحمروهم ما تخليوهمش يتحرقوا وما يفوتوش في الطياب. الا فوتوا في الطياب راه تيجي الصفوف داكن، كيجي اللون ديالو اسود اللي تيجي مغموق. صافي غندوزو هنايا الطريقه ديال التحضير. عندي السمسم او الزنجلان، وعندي الدقيق وعندي اللوز اللي غادي نمسحو وغندير عليه الماء طيب حتى كي يرطب، وغنفسخو هكا نشلو ونمسحو وغنديرو في الفرن يتحمر بلا اضافات بلا زيت لا والو. عندي الدقيق اللي غنضيفو هنايا في الطنجره اللي القاع ديالها غليظ. صافي وغنضيفو على نار اللي تكون هاديه. طبيعة الحال مع التحريك ضروري تبقاو تحركوا الدقيق ديالكم باش ما يتكورش. وغنضيف هنايا في هذه المقلاة الزنجلان مع التحريك باش ما يتحرقش لكم هذا الزنجلان هذا وتيجي اللون موحد. الا بغيتوا تضيفوه في الفرن ضيفوه، غير قابلوه باش ما يتحرقش لكم. وضروري تبقاو تحركوا الطحين باش ما يطيبش من الوسط ويفوت في الطياب ويجيكم نص بيض ونص محروق. هذا عفوا اللوز بعد ما حمرته خرجته من الفرن هو هذا. صافي وغنضيفو هنايا يتطحن مزيان حتى كنحصل على هذا القوام اللي غادي تشوفوا معايا، يجي بحال الشكل ديال البخاليني او فول سوداني. بهذا القوام هذا تيسهل علينا اننا نخلطوا هذا الصوف هذا وما تنضيفوش فيه واحد الكميه اللي تتكون كثيره ديال الزبده وديال الزيت. تيساعدنا على اننا نجمعوا هذا الصوف. وبالنسبه للوز خليت واحد الكميه اللي غير هرمشها راه تتبان لكم. وبالنسبه للدقيق راه مذهب غير تيبان لون هكا في الكاميرا. صافي غنضيف هنايا حبه حلاوه والنافع اللي مدقوقين بزوجهم مع بعضياتهم. وغنضيف القرفه بلديه بطبيعه الحال اللي تعطينا واحد المذاق زوين. وعندي هنايا زنجلان اللي محمر وجوز الطيب كيف ما تشوفوا. خديت هنايا نص حبه ديال الكوزه. عندي هنايا المسكه الحره اللي دقيتها مع واحد المعلقه ديال السكر وراس معلقه ديال الملحه اللي كتبقى اختياريه. الا بغيتو تضيفوها ضيفوها، لا ما بغيتوش راه ماشي مشكل. صافي تنحاول هنايا نجمع هاد الصفوف هاد المكونات كلهم تيتمزجوا مع بعضياتهم. والدقيق تيتشرب لينا هاد الزيوت اللي عندنا في الزنجلان وفي اللوز بطبيعه الحال. وعاد راه غادي نضيفو هنايا الزبده. ضروري ما غنضيفوها، الا بغيتو تستغناو عليها راه ماشي مشكل، كل واحد تيضيف اللي بغا. الا بغيتو ما تضيفوهاش وديروا ديروا غير العسل الحر الا بغيتوه صحي اكثر غادي نضيفوه. الا ما كانش متوفر راه ماشي مشكل. غادي نزيدو هنايا زيت الزيتون وكاس ديال الزبده نوازيت. ملي تكونوا ذوبوها خليوها تبقى تطبخ حتى كتحصلوا على واحد اللون بحال زيت ارغان وغتصفيوها وغتضيفوها. فانا غنضيف كاس اخر ديال زيت الزيتون. والا بغيتوا تضيفوا العسل كيف ما قلت لكم راه غتضيفوه، راه غنزيدو انا في الاخير. الا كان عسل الحر بطبيعه الحال راه غتضيفوه. الا بغيتوا هذا الصوف هذا يجيكم صحي غتستغناو على السكر وعلى العسل وتضيفوا عسل اللي تيكون طبيعي ديال النحل بطبيعه الحال. صافي شوفوا معايا هذا القوام ديال الصوف. الا بغيتوا تحصلوا عليه بحال هكا وتخليوه بحال هكا ماشي مشكل. فانا غنخليه يتشرب وغنضيف عليه هنايا نص كاس ديال العسل باش نحصل على هذا القوام هذا اللي تيبان لكم، باش ملي تبغيو تقطعوه هكا طريفات كتحصلوا عليه كيجيكم بحال شي طريفات هكا ديال شي حليوه كتقطعوها. ولا بغيتو تقدموا هذا الصوف هذا بحال هكا في هذا الطبق هذا اللي تيكون هكا راقي وتيكون زوين وتتحطوه في المائده ديالكم في مائده الافطار ولا هكا الضيوف ديالكم بلا رمضان. تقدروا ديروه في شي مناسبه ولا في الاسبوع مثلا تتقطعوه الطريفات وتحطوه في طبيصلات علاش لا اللي تيكون هكا على هذا الشكل هذا تيكون راقي.
صافي انا حاولت نقطع لكم طريفات باش تيبان لكم راه تقدروا تقطعوا طريفات كيف ما كتشوفوا. وحاولوا انكم الطياب ديال اللوز او ديال الدقيق ما تحمروهمش بزاف باش يجيكم هذا اللون هذا في الصوف ديالكم. والاضافات راكم تقدروا تزيدوا اي حاجه راكم بغيتوها ماشي مشكل، كيبقى على حساب كل وحده هو شنو تدير في الصفوف. غير تنبغيو نشاركوا مع بعضياتنا الوصفات ديالنا وصافي. كنتمنى يعجبكم الصفوف. بسلامه.